السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على أدون كتير جدا في الهارد سيرفيس موديلنج بنستخدمها، وهي الكيبل. الكيبل دي اللي هي الوصلات. يعني انت دلوقتي عملت ماشين او عملت آلة او عملت بتعمل انفايرمنت مثلا، وعايز توصل ما بين الانفايرمنت دوت او الجزء ده والجزء ده. فأحسن طريقة بتكون الكيبل، وهي أدون يعني مستخدمة كتير جدا واتعرف عليها دلوقتي واحدة واحدة. أول حاجة هنعمل لها انستول زي أي أدون عادية، ونخش على edit preferences انستول. هي عشان مثبتها عندي فهي موجودة، وهنبدأ نتعرف عليها واحدة واحدة. عندي كيوب، هناخده شيفت دي نعمل كيوب تاني. هنا لو أنا عايز أعمل كيبل من هنا لهنا، أكيد مش هقعد أجيب كيرف وأظبط، لأ الموضوع بيبقى مرهق جدا في الكيرف بالذات. فهعمل إيه؟ أول حاجة عشان أجيب القائمة بتاعة الكيبلز أدوس شيفت ألت سي. هو هنا بيقول لي كرييت كيبل، دي أول حاجة. هدوس كرييت كيبل وأحدد إن أنا عايز أطلع كيبل من هنا لهنا، وخلاص بقى عندي كيبل بمنتهى السرعة ومنتهى السهولة. يعني كيبل في 3 ثواني. هنتعرف بقى ازاي اقدر اتحكم في الكيبل دوت. اول حاجة الاس عشان اقدر اكبر السكيل. تاني حاجة الدي لو عايز اغير المنحنى بتاعه، عايز اتنيه، عايز اظبط في حاجة، عايز اخليه ياخد شكل معين. والبي عشان اغير الشكل بتاعه. ده كده كيبل فردي، ممكن اخليه ثلاثي منحني. وده يعني الشكل ده مستخدم كتير جدا في الانفايرمنت عشان بيدي شكل حلو قوي، يعني بيدي شكل سكاي خيالي كده جميل جدا. والاتش لو عايز اغير الستايل بتاعه، يعني هو كده عمودي كده عادي، كده في المستوى الافقي اللي احنا اصلا بنشتغل عليه على طول. فخلينا في المستوى العادي. والحاجة التانية لو عايز اعمل كيرف في المنتصف بالظبط، هدوس شيفت الت سي عادي كرييت كيبل، بس هدوس على كنترول، ثبت ايدي على كنترول، وهاجي ادوس هنا وهنا، وهنا يعمل لي الكيرف في المنتصف بالظبط، في منتصف الاوبجكت بتاعي بالظبط. واقدر اتحكم فيه زي ما احنا قلنا اتحكم فيه ازاي. طب لو عايز اعمل فليب، يعني انت ممكن تكون الشكل عندك معكوس او مش واضح، فالفليب بالاكس، دوس على الاكس هيعمل لي فليب، هيجيب لي الواير فريم سوري. والفليب بالسي، يعني هنا كده فليب لو دوست عليها بالسي. والاكس لو عايز اشوف واير فريم، لو عايز اخد الفريم دوت مثلا اعمل هنا بوليان ليه عشان اوسع له مكان او اظبط حته معينه ليه. ايه سيلكت اول، هنمسح كل حاجه. واكيد مش هعمل الكيبل وهسيبه كده زي ما هو. هعمل ايه تاني؟ ننسخ كده. آه قبل ما بنحط الكيبل بيبقى في حاجه اسمها المحتوى، اللي هو الجزء اللي بيحتوي الكيبل دوت. هدوس على هارد اوبس. انا عندي هنا كميه كبيره من الكيبلز، مثلا نختار الشكل دوت جي واي. هنا هنعمل كيرف عادي شيفت الت سي كرييت كيبل في المنتصف. في المنتصف عملنا الكيرف بتاعنا. عايز اخلي ديت هنا، اكيد مش هقعد امسكها بالجي واقعد احدد عشان احطها هنا، لا، في طريقه اسهل من كده. حدد الجزء بتاعي اللي انا عايز اخليه يمسك الكيبل، بعد كده شيفت امسك الكيبل، اخش على ايديت مود، احدد النقطه دي، احدد النقطه دي، شيفت الت سي، واختار edit connection. edit connection هيحطها لي في المكان بالظبط، وليها قيمة خاصة بيها، مثلا دي لو دوست عليها ده البعد أو القرب. تمام. والتي لو عايز اتحكم في السكيل بتاعها. هي زي ما هي، يعني فاكر انت لما كنا بنعمل الدوناتس دي كان في قطع كده ملتصقة فوق، فطريقة التوزيع العشوائي اللي هي جيومتري زي الجيومتري نوت كده. وايه لو عايز اعمل فليب، بس هما كده تمام. بمنتهى البساطة عملنا كيرف في 5 ثواني. على فكرة الكيرفات دي بتكون مهمة جدا في الانفايرمنت الكبيرة، تدي شكل فعلا خيالي، بالذات لما بتظبط الماتيريال هنا وهنا وهنا، بتكون فعلا شكلها جميل جدا. عاوز برضو اتكلم معاك على الكثافة. دلوقتي هنمسح كل حاجة. لو ضفت كيوب هنا وعملت كيوب تاني في منطقة أعلى منه، وعايز أعمل سيميلوشن، يعني عايز هنا كده في كيوب تاني، هنا كده في كيوب فوق شوية مكان عالي، وأنا هعمل كيبل من هنا لهنا، يعني عملت جهاز عالي وفي كيبل وصلات من فوق لتحت بتوصل ما بينهم. هنعمل كيبل عادي كرييت كيبل، عملت كيبل من هنا لهنا. الكيبل دوت بقى انا عايزه يكون مظبوط مع الارضيه، يعني مثلا هو كده شكله مش طبيعي، كده شكله مشدود، فاهمني؟ فلو الكيبل ده حجمه كبير شويه، هيبقى عايزه يبقى ليه سيميلوشن. فلو جيت دخلت هنا هو ليه 3
يعني الديفولت بتاعه بيبقى جايب 3 نقط، اللي هو هنا في الجزء دوت، هنا في الجزء ده والمنتصف. عايز ازود الفيرتكس، عايز اخليه ليه سيمولوشن معين. هعملها ازاي؟ هجيب عادي القائمه بتاعتنا، وهاجي هنا ادوس على ايه، سيمولوت كيبل. الديفولت بتاعها، يعني الديفولت بيكون ايه 0 1. لو انا جيت مثلا خليت دي، زودت هنا واحد وزودت هنا، خليتها مثلا 3 وجيت دوست، هيحمل ثانيتين وهتلاقيه راح نازل كده. هو كده ايه، كأن الكيبل ده قوي او جواه طاقة زيادة، يعني جواه تقل ثقل مثلا، فراح عمل لي ايه سيميلوشن. دي حتة مهمة جدا على فكرة، لما بتقعد تمسك تقعد تمسك الفيرتكس عشان تقعد تظبطها، ممكن تاخد منك ساعة أو ساعتين وتلاتة عادي، مفيهاش يعني، بتاخد وقت طويل جدا. فلا دلوقتي بقى بمنتهى السهولة أقدر أعدل الكلام ده. إيه تاني؟ أقدر أحدد، يعني أقدر أعمل كذا كيبل في نفس الوقت. لو أنا مثلا جيت نزلت كده هنا، مثلا تعالى نعمل سب فيس ده، سب ديفايد. تمام. ومثلا هتسلكت هنا مثلا واحد اتنين تلاتة أربعة، سلكت عشوائي. تمام. وجيت هنا سلكت برضو 5 عشوائيين، 4 5. عايز أعمل ما بينهم كيبلز هنا في ثواني create massive cable، أعملهم لي في ثواني. هنا بقى أقدر أتحكم، يعني الستايل هنا مهم جدا. دوست على الاتش هيغير لي الستايل بتاعهم، والبي أقدر أغير شكلهم، يعني أنا أخليهم لي كلهم ثلاثيين في ثواني. يعني أنت شايف الشكل معايا عامل إزاي؟ الكلام ده عشان تقعد تعمله واحدة واحدة كان بياخد وقت طويل جدا، فالأدونز دي وفرت علينا كتير جدا في ثواني. واقدر على فكرة يطبق عليهم نفس الموضوع. لو انا مثلا جبت هاردوبس وجبت اي شكل هنا، يطبق عليهم نفس الكلام اللي احنا قلناه. مثلا جبت شكل زي كده، بعد كده دول select select shift alt C edit connection، اصبح ان الكونكشن ده موجود فيهم كله. واقدر اصغر حجمه، لو هما مثلا لازقين في بعض اقدر اصغر حجمه بمنتهى السهولة. حاجة قمة العظمة يعني. استخدمتها في ماشين كتير جدا، توفر عليها وقت جامد، وشكلها اصلا حلو يعني. الكيرفات دي شكلها حلو، بتديها ماتيريال وبتظبط فيها كل الاجزاء اللي انت عايزها. الكيبل دوت، افرض انا عايز عارف انت مش بتلاقي كده لما في كميه اسلاك كتيره، لو حد كهربائي شغال بيروح جايب شريط لحام ويلزقهم كده في بعض، اللي هو ايه بيمسكهم كده مع بعض. هقدر اعمل نفس الكلام ده دلوقتي. سي اهو عندك هنا حاجتين. خلينا في الاول، اول حاجه مثلا اديت واحده هنا واديت واحده هنا، هيعمل لي ما بينهم ايه؟ عارف انت البلاستيكات اللي بتتحط دي، واقدر اتحكم في السمك بتاعها. مثلا نضيف من الاول، حددت الكيبلز بتاعي، شيفت الت سي، اخترت. تمام. واحد اتنين. تمام. حصلت. اقدر اتحكم في السكيل بتاعها، بس في الاغلب خليها رقيقه قوي، خليها كأنها شريط لحام فعلا. دان. دان يا باشا، خلاص ماسكه. بص، وحتى جايه لكنها معمول لها سيميوليشن، يعني كأنها، عارف انت اللي هو كأنك حطيتها بالظبط وشديتها عليهم بالظبط. واقدر اعمل ايه تاني ساعات كده بقى، لما تيجي تلاقي كيبلز كتير بيحط حاجه زي استك او حلقه كده، اقدر اعمل نفس الحلقه روب، واحدد هنا مثلا. خلاص تمام. وهتلاقيها ماسكاهم كلهم وواخده السيميوليشن، شكلها حلو جدا هنا مثلا وهنا. تمام في ثواني. ومش دايما لازم انا اللي احدد مكان الكيبل، ممكن اعمل كيبل ما بين اتنين اوبجكت مع بعض، يعني كيوب، شيفت دي كيوب تاني، احدد الاوبجكت الاولاني واحدد الاوبجكت التاني، واقول له اعمل لي كيبل ما بين الاتنين دولت. شيفت الت سي كرييت فروم سيلكت اوبجكت، يعني اعمل لي كيبل ما بين الاتنين اوبجكت اللي انا محددهم. هدوس هيعمل لي كيبل ما بينهم. اقدر اعمل ايه تاني؟ ساعات كده الكيبلز مش بيكون شكله بسيط كده، بيبقى فيه هنا مثلا شوية تفاصيل كتير جدا. اقدر اعمل التفاصيل دي ازاي؟ ممكن انا اعمل شكل لوحدي، يعني اقدر انا اجيب شكل، او يبقى عندي شكل تاني واقعد انا اظبط فيه. يعني هنا مثلا لو انا خدت دي لوحدها وقعدت اظبط فيها شوية، يعني خليتها كحلقة فعلا. بوكس كاتر، هقطع مثلا جزء من هنا، وقطعت مثلا جزء من هنا، ويعني انا بشتغل معاك
طبعا الشكل الاساسي اللي انت اللي هتستخدمه في كيبل بيكون فيه تفاصيل اكتر من كده بكتير. مثلا ممكن اديها شادو سموث. تمام، اطلع بره، حدد الاول الجزء اللي انا عملته، بعد كده احدد الكيبل، شيفت الت سي، وهي هتلاقي عامله زي علامه العقد، ادوس عليها. تمام، بحرف الدي هقدر ابعد المحاذاه ما بينهم. مثلا خليت المحاذاه على حسب ما انا عايز كده مثلا. وبالاس هكبر الكيبل بتاعي عشان يبقى قدها بالظبط. وده تمام، بقى عندي عقد طبعا دي كل ما كترت فيها التفاصيل، مش عايز اقول لك تديك شكل عامل ازاي. يعني كل ما كترت فيها التفاصيل، ظبطت كده مثلا حبة قطعات مع حبة تظبيطات، هتديك شكل كويس جدا. وده كان كل اللي نقدر نقوله في الكيبلز. دلوقتي انت تقدر تعمل تكريت كيبل عادي، تقدر تظبط فيه الشكل بتاعه والستايل، تقدر تعمل كذا كيبل مع بعض تحديد عشوائي. اتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.